لا 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 لا، الاهلي اللي عمله في الماتش فاركو يا جماعه، لا هتقول لي بقى السامبا البرازيلي ولا تقول لي نصب السيرك ولا بيعزف سيمفونيه، لا. الاهلي اكنه بيقول لفاركو حضر نفسك يا نجم، احنا النهارده هنلعب ماتش بلاي ستيشن مش كوره. 6 اهداف وكانهم بيتمرنوا مع فاركو، والمعلم فاركو لسه بيدور على الكوره. مش مصدقني؟ طب تعال نشوف الاسيست الرائع من نجم الاسطوره بن شرقي وهو بيلعب الكوره. الراجل ده يا جماعه ايه اللي بيعمله في الملعب ده؟ ايه اللي عمله دوت؟ وبيتحرك يمين وشمال ولعب الكرة اسيست جميل لوسام ابو علي. بص الكرة تحس ان هي هتطلع في الاوت، انا والله كنت فاكرها طلعت اوت، لكن هو بيقول لي لا، انا عارف بعمل ايه يا ريس. وسام ابو علي طبعا الراجل المستني في الميعاد والزمان والمكان. بص يا جماعة، اللي عايز يشوف نموذج للاعب هداف، يعني ايه لاعب مهاجم وهداف، يبص على النجم وسام ابو علي. بص شاط الكرة ازاي، بص حط الكرة ازاي يا جماعة. اللعبة دي بقى مميز جدا فيها، بقى من احسن اللعيبة في مصر اللي هو بيشوط الضربات الحرة المباشرة وبيجيبها جوان. هو فعلا شخص نموذج. بص يا جماعة المتابعة، بص المتابعة حطها ازاي، حط الكرة على يمين الجون والجون طار ناحية الشمال. بص يعني هو فاتح رجليه اليمين. وسام ابو علي هداف يا جماعة، ما حصلش، بجد اسطورة. بص بقى علي معلول، بص الحرفانة بتاعت علي معلول وهو بيركن الكورة. كرة جميلة، كرة فعلا عارفة هي رايحة لمين. وسام أبو علي حد كده من زمان ما شفناش، من أيام النجوم الكبار زي متعب. وبصوا هنا حسين الشحات هيعمل إيه؟ اللاعب اللي هو بينزل دقيقة نزل دقيقتين بيخلص في الكورة. بص لمستين، خد الكرة على صدره، والكرة التانية في البعيدة على طول على يمين الجون في الزاوية البعيدة قنبلة. الراجل يا جماعة بيشوط صاروخ مش بيشوط كورة، عارف رجليه رايحة فين. سيبكوا بقى من النغمة بتاع الزمان، حساسية المباريات. لسه أول ربع ساعة بيفك شوية عضلاته، بيفتكر بص على صدره وعلى طول بوش رجله الخارجي اليمين في البعيدة، دي ما تتشطش إلا بوش رجله على طول. راجل فاهم بيعمل إيه في الكورة. يا سلام عليك يا وسام. بص وسام يعني هو اللي عمل اسيست. طب تعالوا بقى هنا نبص قفشه عمل ايه هنا. بص عمل ايه قفشه، لازم يقول لي انا لازم اعمل لك حاجه تبسطك. ما دخلش في الكوره، يعني لو اللاعب اصلا لمسه كانت هتبقى ضربه جزاء من ناحيه تانية، فوتها لحسين الشحات. الناس دي يا جماعه عارفه بتعمل ايه. الاهلي فريق ناجح وعارف هو بيعمل ايه، مش مجرد بس ناس بتلعب كوره. بص بص اللعب، بص الانفراد ده يا جماعه. بص الكرة التعاون مع الفريق 3 قصاد 1 عمل ايه بقى. بصوا هنا هوت مروان عطية هيعمل ايه. بص يا سلام بوش رجله الخارجي، بوش رجله الخارجي. وحسين الشحات بكعب بكعب يا جماعة حطها للهداف الكبير السطور امام عاشور. انا عايز ابص على الكعب بتاع حسين الشحات وهو بيلعبه. حسين الشحات واخد القرار من قبل ما يلعب الكورة، يعني تخيلوا انتوا يا جماعة، هو واخد باله قبل ما يلعب الكورة وخد القرار بسرعة. كان ممكن يشوطها على فكرة وتيجي جون، لكن هو فضل ان هو البصيح. بص النجم الكبير نجم خط الوسط اللاعب الارتكاز الاسطورة اللي اسمه مروان عطية، لعبها بوش رجله ازاي، كرة حنينة وجاية رايحة ازاي. التاني بكعب على طول، والتاني لمسة. 3 لمسات، 3 لمسات صنعوا اجمل هدف في نهاية الدوري، وختم بيهم الاهلي الموسم الجميل مع اجمل 3 لمسات مع الهداف الكبير مروان عطية. ده أسطورة ما بتتكررش إلا كل سنين. يمكن اللاعب النجم الكبير حمدي فتحي هو اللي الاتنين زي بعض تقريبا، لكن الله الله على إمام عاشور، بجد يستاهل يتوج إن هو فعلا هداف الدوري، لأنه جايب أجوان كتير جدا وكل أجوانه ملعوبة وحلوة. يلا ما تستناش واثبت إنك أهلاوي، واكتب لنا في الكومنتات الأهلي وبس، وشارك الفيديو مع أصحابك. وألف مبروك للنادي الأهلي، نادي القرن، أسطورة الزمان، وهو المارد الأحمر النادي الأهلي. كان معكم هاني محمد من قناة صوت الملعب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.